يا مساء الهنا، ازيكم عاملين ايه؟ اختي جات لي النهارده بقى وعيالها، وطبعا لازم قاعده حلوه كده، كوبايتين شاي يبقى كيكه على طول. تعالوا بقى نشوف المقادير ونشوف بقى هنعمل ايه. انا هنا عندي كوبايه لبن كبيره، وعندي كوبايتين دقيق، وعندي شوكولاته فورماسيه، او ممكن مش عايزه شوكولاته خالص، وكان عندي كمان قطعه شوكولاته كده هعمل لها حمام مائي، وعندي معلقه نشا، وكمان معلقتين كبار كاكاو. كاكاو طبعا بيفرق يا بنات، لازم يكون نوعه كويس، والبيكنج باودر والفانيليا وبيضتين. بس اعمل اكبر صينيه ببيضتين بس يعني مش اكتر من كده. وعندي كمان معلقتين كبار سمنه، وكمان عليهم حوالي ربع كوبايه زيت. عايزه حاجه واحده سمنه مثلا تبقى نص كوبايه، لو عايزه الاتنين تمام. وذرة ملح وبس كده، حاجتنا مظبوطة. وطبعا الدقيق بتاعي نخلته، وزي ما انتوا عارفين فتحت الفرن طبعا قبل ما ابدأ في اي حاجة كده في المعجنات او كيكة. فبعمل ايه؟ بروح فاتحة الفرن على طول. ونعمل بقى كوباية شاي حلوة كده. بس تعالوا الأول نعمل الكيكة دي ونشوف المقادير بتاعتها الحلوة اللي عندنا، موجودة في كل بيت طبعا، وحاجات والله مش غالية قوي يعني. أنا حاولت على قد ما أقدر يعني أعمل ببيض قليل، وطلعت والله طعمها حلو قوي. تعالوا بقى ايه، نسمي بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم، ونبدأ بقى ايه، نحط كوباية سكر حلوة كده، وعليها السمنة او الزبدة او الزيت اللي انت عايزاه، نص كوباية. انت بقى تشوفي نص كوباية سمنة على زيت، زبدة على زيت، سمنة، بس زي ما انت عايزة. طحنة حلوة كده في الخلاط، طبعا معاها كوباية اللبن. اللبن طبعا انت ممكن تزودي وممكن تنقصي، ما عندكيش لبن ممكن تحطي نص كوباية مية مغلية. والله بجد مش هيبان خالص اللي انت مقلله في اللبن، وهتطلع كيكه حلوه قوي اقتصاديه وحاجه حلوه كده. واحط عليها كمان معلقتين الكاكاو الكبار، زي ما قلت لك الكاكاو بيفرق قوي يا بنات. وعليها كمان الفانيليا. الفانيليا كترت مني شويه عشان كمان فانيليا خام، بس كانت طالعه حلوه قوي. ممكن تحطي بشر برتقان زي ما انت عايزه. ضربه حلوه قوي بقى كده في الخلاط، وخلاص هيطلع معايا صوص بقى. الصوص ده هاخد منه كوبايه وادخلها الفريزر. زي ما انتوا شايفين القوام بتاعها حلو قوي، وطالعه تحفه الصراحه. اقل مقادير يا بنات والله العظيم، يعني احنا الحاجه غاليه وكده، بس انت لو اشتريتيها من بره هتبقى مبلغ حلو قوي يعني. هنا بقى كده خلاص الكوبايه بتاعت اللبن التانية حطيتها كده. لو قلت لك لو ما عندكيش هتحطي بقى تكملي ايه، نص كوبايه ميه مغليه، مش هيبان والله خالص. على فكره دي اختي اللي كانت شغاله معايا دلوقتي، قالت لي هاتي بقى كده، وكنا كمان والله هنسجل لكم صوت، بس الاطفال بقى والصراحه ما نفعش. انتوا نفسكم هتكتبوا لنا في التعليقات والنبي بلاش صوت تاني. فاختي كانت معايا كده بتساعدني في المطبخ، فعملنا بقى احلى كيكه. هنا بقى ايه، خلاص بقى نخلت الدقيق. احط كوبايتين الدقيق، واحط بقى معاه البيكنج باودر، واحط كمان الفانيليا وذره الملح، تقليبه حلوه كده بقى، عشان خاطر ابدا احط بقى ايه المكونات اللي هي دي كده، المكونات الجافه بتاعتي. ابدا بقى احط ايه بقيه الصوص اللي انا كنت عاملاه في الخلاط. حطيت كوبايه منه في الفريزر، وبقيه الكوبايه في بقيه اللي انا عملته في الخلاط. احطه بقى كده وضربه حلوه كده بقى بالمضرب. بصي هيطلع معاكي يعني، هي كل ده كده هيسيح كده، وهيبقى حاجه كده تحفه والله العظيم تحفه. والشوكولاته كمان، كان عندي شوكولاته رحت حطيتها، عملت لها حمام مائي وحطيتها على كل الحاجات دي. بتعمل طعم يعني مكسبات طعم، لو انت عايزه تلغيها مش هيحصل حاجه، بس انت بتعززي الطعم بتاع الحاجه بتاعتك، كانك بجد والله جايباها من بره بالظبط. وحياه ربنا الطعم حكايه، حكايه يا بنات. هنا خلاص بقى كنت بوريكم كده ايه الكيكه بتاعتي، كمان كنت حاطه لها حبه ميه مغليه كده. كده خلاص القوام بتاعي زي الفل. احط بقى حبه ايه شوكولاته، مش هحط كتير عشان الباقي هخليه في التزيين. طبعا عايزه تلغيها اصلا مش مشكله عادي يعني، مش هيحصل حاجه. احنا عايزين نعمل حاجه موفره، بس ادام الحاجه موجوده عندي في البيت هعمل بيها ايه، هحطها. هنا دوت كان فول سوداني برضو. الحاجات دي عايزه تلغيها الغيها، فول سوداني مجروش. كان عندي برضو من بواقي رمضان، عايزه تحطي جوز هند، زبيب. على فكره كل الحاجات دي بتعزز الطعم وبتخلي الطعم يعني حاجه كده بتبقى سبيشال بقى، حاجه بقى انت جايباها من بره بس مكلفاها بقى. الصراحه احنا مكلفين النهارده، بس زي ما قلت لكم البواقي حاجات عندي من رمضان، احنا لسه خارجين من رمضان، اكيد عندنا بواقي فستق، بواقي عين جمل، اي حاجه بقى عندك. خلاص كده تمام معايا. الصينيه بتاعتي بقى ايه، دهنتها طبعا سمنه او زيت، وابدا بقى ايه احط كده ايه
الخليط بتاعي كله طبعا درجة الحرارة على 180 في الرف الوسطاني. وكمان الصينية بتاعتي مدهونة حلوة قوي، سمنة زبدة اي مادة دهنية، بس عشان خاطر لما تقلبيها تتقلب معاكي بسهولة جدا. كده تمام قوي. هدخلها الفرن بقى، وطبعا الصوص بتاعها محطوط في الفريزر، هيطلع وهوريكم هعمل ايه. حاجه كده بقى ايه يعني، حاجه اقتصاديه كده بقى. انا عايزين نعمل حاجات في البيت، انا زي ما قلت لكم مش عايزين نجيب حاجه من بره ابدا. جاتوهات، تورتات لو عايزين، تمام. معجنات، الحاجات دي كلها انتوا عارفين انتوا بتشتروها من بره اصلا بتبقى غاليه، فاحنا مش عايزين بقى الكلام ده كله، احنا عايزين نعمل حاجتنا في البيت. هتطلع معاكي المره دي مظبوطه نص نص، المره الجايه كده، بس والله العظيم هتطلع زي الفل. كده خلاص انا طلعتها الكيكه اهي، يعني حوالي بالظبط ربع ساعه، طبعا حسب الفرن بتاعتك. خلاص بقى كده تمام. وقلبتها كمان، استنيتها يعني، ما استنيتهاش لما بردت قوي، والله العظيم يعني ما استنيتهاش قوي. كنت طبعا مستعجله عليها، انتوا عارفين الاطفال بقى شريحه كيكه، وكنا عاملين كمان جلاش حلو قوي. كنا عاملين جلاش بس فطير، انا عملته لكم فيديو ان شاء الله هينزل لكم. فانتوا عارفين الاطفال بقى لما بتلموا مع بعضيهم، بقيت اقطع الكيكه والحمد لله طلعت معايا زي الفل مع انها سخنه. انا كنت بقطعها وهي سخنه، وقلبتها كمان في الصينيه وهي سخنه، يعني مجرد ما قلبتها الصراحه اتقلبت معايا على طول. بصوا بقى كده تمام. طبعا انا مصغرها عن كده بيني وبينكم يعني هصغرها كتير كمان، لان احنا عايزين على 20 فرد. ازاي ما تعرفيش، هو كده كل واحد ياخد قطعه كده بكوبايه الشاي والحمد لله. ياخد من دي، وهناخد كمان طبعا من الجلاش اللي اختي عملته. كانت عامله جلاش حلو قوي فطير، يعني حاجه كده تحفه بجد، والله العظيم كانك جايباه من بره واحسن كمان. ان شاء الله ينزل في الفيديو وهتشوفوه. هنا بقى كده خلاص كده جبت الصوص بقى، يعني الصوص كان على القد بالظبط. المكونات عندي يا بنات والله كانت على القد، الحاجه اللي موجوده في البيت عملت بيها. تمام كده. عايزه تقللي عايزه تكتري زي ما انت عايزه. خلاص كده بقى ابدا ايه، ابدا كده بالسباتيولا بتاعتي، ابدا بقى احط في الجناب واحط بقى في كل كده. طبعا انت ممكن تستغني، بس احنا زي ما قلت لك احنا عايزين نعزز بقى، عايزين حد كده جاي لنا وعايزين بقى نعمل حاجه حلوه. خلاص بقى كده هبدا بقى ايه كده ادهنها كويس، وانزل كل طبعا الصوص اللي في الكوبايه ده كله هنرميه، لا طبعا ده سمنه وزيت وكاكاو، وكاكاو كمان من النوع الحلو. الكاكاو بيفرق قوي يا بنات، والله العظيم الكاكاو والشوكولاته نوعها بتفرق. يعني ممكن تستخدمي دي مين، كاكاو كابري، دريم يا ربي، معلش، كاكاو دريم. وشوكولاته برضو ممكن كابري اللي هي الصغيره دي. انا كان عندي الصراحه شوكولاته سما كانت في الفريزر، كانوا مكعبين كده، عملتهم حمام مائي طلع معايا كويس، والطعم كان تحفه. ممكن تحطي شوكليت شيبس، ممكن تحطي اللي هو الحاجات بتاعت الاطفال دي الملونه، مش عارفه اسمها ايه، الشوكولاته اللي هي الملونه دي. اي حاجه بقى انت عايزاها، يعني التزيين ده براحتك انت. لو عملتيها كده لوحديها والله هتبقى معاكي زي الفل، كفايه اللي انت عاملاها في البيت ولحبايبك ولولادك، يعني الحمد لله. خلاص كده بقى. وكمان هنحط النص التاني سكر بودره، عشان عندي هنا الاطفال في نص بيحب السكر البودره، بيحبوه في اي حاجه. انا عن نفسي ما بحبش اي حاجه فيها سكر بودره، بس انتوا عارفين الاطفال بقى. هعمل نص كده، والنص التاني ممكن احط ايه، احط كده سكر بودره. طبعا ده كان عندي من رمضان، من بواقي الكحك والحاجات دي كلها، يعني الحمد لله ما اشتريناش حاجات كتيره قوي. والحمد لله كان يوم جميل والله، اختي وولادها وصراحه كان يوم حلو قوي. يا رب كده دايما متجمعين مع بعضينا يا رب. خلاص كده بصوا تمام ازاي، تحفه والله يا بنات. كانت حكايه طعمها حلو قوي مع الجلاش، يعني كان ايه. بصي كمان، بصي البخار طالع ازاي وانا بقطعها، كانت يعني سخنه سخنه والله العظيم. والحمد لله متقلب، يعني اتقلبت معايا وما ما جرالهاش اي حاجه، والقوام بتاعها طالع حلو قوي. عملنا بقى كوبايتين شاي حلوين كده والحمد لله. والعيال هاصوا الصراحه بقى، بس انا زي ما قلت لكم ما رضيتش اصور لكم الصوت، عشان انتوا نفسكم هتتصلوا تقولوا هتبعتوا لنا تقولوا لنا بلاش والنبي الصوت ده تاني. ربنا يخليهم يا رب ويهديهم. حاجه حلوه اتعملت في البيت وبألف هنا وشفا. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.